عمرك حسيت إنك مش قادر تكمل؟ تعبت من كل حاجة وطاقتك كلها خلصت؟ لو انت حاسس الإحساس ده والفيديو ده جه قدامك يبقى الفيديو ده عشانك. يا صباح الفل عليكم لو بتسمعوني الصبح، ويا مساء الفل عليكم لو بتسمعوني بالليل. والنهاردة بقى هكلمكم عن نقطة مهمة جدا ممكن ناس كتير قوي تكون واقعة فيها وبيكون عندها السؤال ده، وهي فكرة إن أنا طاقتي خلصت، أنا مش قادر أكمل، مش عارف أعمل إيه. وناس كتير قوي ممكن تقولي يا نوران أكيد انت دلوقتي هتيجي تتكلمي وتقولي فكر بإيجابية، فكر بطاقة إيجابية، وإن الفكر الإيجابي في الحتة دي هي أهم حاجة. الحقيقة إن أنا هاقول لك إن أنا مش هاكلمك أصلًا عن فكرة الطاقة الإيجابية اللي أنتم فاكرينها أو متعودين إن أنتم تسمعوها مني بالمنظور اللي أنتم عارفين نوران بيه، ولكن النهارده هاكلمكم عن فكرة مهمة أوي، وهي فكرة إن أنت لو تعبان أو زعلان ادّي لنفسك وقت إن أنت تزعل. زي ما باقول لك كده، ادّي لنفسك وقت إن أنت تزعل، ادّي مساحة لنفسك إن أنت تطلّع كل الطاقة السلبية اللي جواك، ادّي لنفسك وقت إن أنت تقعد مع نفسك، وإن أنت تقعد كده تطلّع كل حاجة مزعلاك وكل حاجة مضايقاك، موقف عدّى عليك ما قدرتش إن أنت تتحمّله، موقف وقّفك كده وفكّرك بحاجات قديمة أنت ما كنتش أصلًا عايز تفتكرها، تعبت من كتر الضغوطات بتاعة الحياة، أيًا كان الحاجة اللي أنت فيها، أُقف وادّي لنفسك وقت إن أنت تزعل. بس الفكرة هنا والحاجة المهمة، هو أنا هادّي لنفسي الوقت أصلًا قد إيه إن أنا أزعل؟ هل هافضل كده على طول إن أنا زعلان، هافضل على طول في الطاقة اللي أنا فيها down؟ لأ طبعًا، مش هتفضل إن أنت down كتير، بس الفكرة والحاجة المهمة وهي فكرة إن أنت هتدّي لنفسك وقت قد إيه، ازعل يوم، ازعل 2، ازعل 3، بس أنت هتكون عارف إن اليوم الرابع أنا هابتدي إن أنا أقوم من اللي أنا فيه ده، وهي دي قمة الإيجابية، وهي فكرة أنا إزاي بافكّر وباتعامل إزاي مع الزعل. مش فكرة إن أنا دايمًا على طول باضحك، مش كل الناس دايمًا بتضحك 24 ساعة ودايمًا مبتسمة، بس الفكرة هنا هي فكرة إن أنا حتى لو أنا مش تمام، أنا هاعرف إزاي بإذن الله أكون تمام. أنا هاقول لنفسي في الحتة دي أنا دلوقتي مش تمام، وأنا مُعترف بده تمامًا جدًا، ولكن أنا هابقى تمام بعون ربنا، هابقى تمام بالإرادة اللي جوايا، هابقى تمام عشان أنا لازم أكون تمام وأكمّل، لإن هي دي الحياة ببساطة، ما ينفعش دايمًا أكون تحت، ولو فضلت تحت الناس اللي هي شايفاني ممكن تشمت فيّا، هافضل تحت والناس والدنيا هتعدّي من حواليّا وأنا هافضل محلّك سر. لازم أتكلّم مع نفسي، هات notebook كده صغيّرة واكتب فيها كل حاجة مزعّلاك، عايزة تقعدي تعيّطي، عايزة تقعدي كده بينِك وبين نفسِك تقفلي الباب بتاع أوضتِك وتقعدي تصرّخي، عايزة تعملي أي حاجة تعبّري بيها عن زعلِك ده، اعمليها عادي جدًا. والحاجة الأحسن من كل ده إن إحنا نقوم نتوضّى ونصلّي ونسجد سجدة طويلة ونشكي فيها كل حاجة لرب العالمين، لإن رب العالمين أعلم باللي جوانا، عالم إيه الحاجة اللي مضايقانا وهيعرف إن شاء الله يعيننا لمّا إحنا نطلب من ربنا الإعانة إن إحنا أصلًا نطلع منها. فهي دي فكرة الإيجابية أصلًا، وهي فكرة إن أنا إزاي لمّا أكون down أو أمّا أكون أنا تحت أعرف إزاي بقوة ربنا إن أنا أصلًا أقوم تاني، ما افضلش دايمًا إن أنا أضحك على نفسي أقول لا، لا، لأ، أنا زي الفل، أنا تمام، أنا كل حاجة تمام والدنيا كلها تمام، وأنكر بقى أصلًا الحاجة اللي جوايا أو حالة الزعل اللي جوايا أو حالة الخذلان اللي جوايا أو أيًا كان أصلًا إيه اللي حاصل. لأ عادي، أدّي لنفسي وقت إن أنا أقعد كده استراحة، هُدنة كده مع نفسي، أفصل من أي حاجة ممكن تكون أصلًا تاعباني، أفرّغ وأطلّع كل الطاقة دي عشان أعرف أصلًا أشحن الطاقة الإيجابية. لو أنا تعبانة وزعلانة من جوايا وما طلّعتش الطاقة دي، هافضل أصلًا تعبانة وقت أطول، وبدل ما أقعد 3، 4 أيام، أنا ممكن أقعد أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين في الطاقة اللي أنا فيها دي. وعشان كده ادّوا وقت لنفسكم، احترموا فترة الزعل اللي أنتم ممكن تكونوا فيها بسبب أي حاجة مرّيتوا بيها في حياتكم، وفي نفس الوقت اعرفوا من جواكم إن أول حاجة تطلبوا من ربنا الإعانة، وتاني حاجة إن أكيد إن شاء الله هتكونوا تمام، لإن هي دي الدنيا، لازم في وقت من الأوقات أكيد هنكون تمام. وبس كده، لو الفيديو ده لمس أي حاجة جواك اعمل له save عشان ترجع له تاني لو أنت حسيت كده إن أنت down، وافتكر دايمًا إن أنت تدّي وقت لنفسك وتحترم أي فترة أنت فيها دلوقتي عشان ترجع إن شاء الله أحسن من الأول. وبس كده، استنوني إن شاء الله في فيديو جديد من هتفرق معاك مع نوران عمرو.